كان نفسي من زمان ان انا اعيش وسط الطيور، وسط الوانها وتغريدها وهدوءها، واشوف طريقة حياتها بتمشي ازاي. عشان كده فكرت اعمل محمية صغيرة عندي في البيت فوق السطح في مكان انا ما كنتش مستغله، والمحمية تكون بتضم كل الطيور اللي انا بحبها، وتكون بتضم طيور الزينة وطيور البرية زي الحمام البري واليمام البري والعصافير البرية العادية بتاعتنا والعصافير الزينة طبعا. الفيديو ده او الفيديوهات الجاية مش بس استعراض للمحمية، لا انا بس عشان اعرفك انك لازم تحب الطيور دي. ودي كانت يمامة بلدي من ضمن الاربع يمامات اللي احنا جبناهم. واليمام البلدي ده هتحسه عنده حياء كده او ضيف خفيف مثلا لما يكون موجود في مكان، لا بتحس برفرفة جناحه ولا بتحس بصوته غير فين وفين مقارنة باليمام القمري التاني. في الطبيعة بيعيش في ازواج، ولما بيكون واخد مكان عامل فيه عش مش بيسيبه ابدا الا لما يكون حصل حاجة مثلا تخليه يمشي من المكان. وحلاوته انه بياكل كل الحبوب المناسبة لحجمه، زي الذرة وزي الدنيبة وزي البلقم وزي الذرة المجروشة وزي الفلارس. المشكلة انك صعب انك تفرق بين الذكر وبين الانثى لان الوانهم تقريبا بتبقى زي بعض، ونفس النقاشات بتبقى موجودة في الاتنين، لكن الذكر بيبقى انشط شوية في موسم التزاوج. وعلى فكرة هو لو ارتاح للمكان اللي هو فيه هيبدأ ينتج بسرعة جدا. اليمام البلدي برضه بيتعود ياكل من ايدك مع الوقت، خاصة لو علمته كده من هو صغير. اما اليمام القمري فبيبقى ليه الوان تانية زي البني الفاتح واللون الرملي، ما بيفرقش كتير عن اليمام البلدي في طريقة معيشته، ولكن الذكر في اليمام القمري بيكون انشط شوية من الذكر في اليمام البلدي. اما بالنسبة للعصافير اللي جبناها فجبنا كذا نوع من العصافير وكذا عدد من العصافير هنشرحهم باستفاضة في الفيديو الجاي، لكن هنكتفي النهاردة بان احنا نشرح الحاجات الباقية الموجودة عندنا، وده لان في حاجات كتير لسه هتشوفوها وتتفاجئوا ان هي بتتربى اصلا. وهتابع معاكم طريقة معيشتهم وردة فعلهم للحرية اللي هياخدوها في المحمية هنا. اما دلوقتي هنجهز بيت لاتنين من الكائنات هتشوفوهم في الاخر، وده كان عش بتاع عصافير قديم هناخده نحطه في الحوض اللي جهزناه للكائنين دول، وهنجيب بعد كده اناء فخار عشان نحط فيه الميه، وهننزله في الحوض نحطه في حرف الحوض، وفي الاخر خالص هنملاه ميه. اما دلوقتي هنجيب قشره البطيخ دي وهننزلها في الحوض لان الاتنين دول بيموتوا في الحاجات الخضراء، وغالبا هنشرح عنهم في الفيديوهات الجايه، هنكتفي بان احنا نوريه لكم في الاخر. اما باقي التفاصيل بتاعتهم كلها هنشرحها في الفيديو الجاي باذن الله. اما ده فده تعبان الدساس، والتعبان ده جسمه بيبقى سميك والراس تقريبا شبه الديل، وده بيبقى نوع من انواع التمويه، وفي الغالب بيبقى نشط بالليل ولكن بيقضي طول الوقت بيكون مدفون في الرمله، وده هوريهولكم برضه في الاخر وهو بيدفن نفسه. وده بياكل الفئران الصغيره وبياكل الجرابيع الموجوده في الصحراء. طبعا طريقه صيده بانه بيفضل دافن نفسه في الرمله ويفضل مستني الفريسه لحد ما تظهر قدامه وينقض عليها مره واحده، بعد كده يقوم ان هو يعصرها. على فكره التعبان ده ملوش اي غدد سميه، عشان كده بيلجأ ان هو يعصر الفريسه بتاعته ويفضل ملتف حواليها ويخنقها زي اصالات البوع والبايسون مثلا، وهو امن على الانسان وممكن يتربى عادي كهوايه. طيب بيعمل ايه لما يتوتر او ان هو يحس بالخوف؟ اول ما يتوتر على طول بيلجأ ان هو يدفن نفسه على طول عشان يستخبى من المفترس او من اي خطر بيسبب له توتر. وزي ما قلنا الحاله التانية اللي بيلجأ فيها ان هو يدفن نفسه انه يكون قاعد مستني الفريسه تجيله لحد عنده وما بيروحلهاش، بيفضل قاعد عامل تمويه. النوع ده من التعبين بيشبه نوع تاني من السحالي اسمها سحالي الدفانة، برضو بتعمل نفس الحركة وبتدفن نفسها في الرملة ولكن بطريقة أسرع شوية. وفي الفيديو الجاي برضو بإذن الله هيكون معانا الدفانة وهو كده بيدس نفسه في الرملة، ومن هنا جه اسم الدساس. وعلى فكرة هو بيولد مش بيبيض على عكس باقي التعابين التانية، وصغاره ممكن تصطاد بعد ايام من ولادتها. وانا شخصيا لحد دلوقتي ما شفتش اطول من 80 سنتي في التعبان ده. وعلى فكرة في اكتر من 20 نوع من التعابين الغير سامة الموجودة في مصر، زي ابو الصيور الزراعي وابو الصيور الرملي والارقم الصحراوي والارقم البيتي وابو العيون وثعبان النرد وطبعا الدساس والخضيري، وكتير من التعابين الغير سامة الموجودة في مصر، وبيندرجوا تحت التعابين منعدمة السمية وضعيفة السمية، ولكن حتى ضعيفة السمية سمها ما بيأثرش الا على الفرائس بتاعتها، انما على الانسان ما بيتأثرش الا في بعض الحالات اللي عندهم امراض مزمنة او الاطفال مثلا، ولكن تأثير السم بيبقى ضعيف مقارنة بالانواع السامة التانية زي الكوبرا وزي الطريشة والغريبة السوداء الموجودة عندنا في الفيوم كتيرة جدا طبعا. وفي تنوع كبير جدا في البيئات اللي بتعيش فيها التعابين دي. عندك مثلا في البيئة الصحراوية بيعيش الأرقم الصحراوي وممكن يعيش الدساس، وبرضه بيعيشوا في البيئة الشبه صحراوية اللي هي داخلة في الزراعة وداخلة في الصحراء. عندك في البيئة الزراعية بيعيش مثلا أبو الصيور الزراعي. يعني بالمختصر كده مفيش بيئة موجودة في مصر إلا وموجود فيها نوع أو كذا نوع من أنواع التعابين، وكل التعابين دي هنعرف عنها أكتر وهنشوفها في الفيديوهات الجاية. أما دلوقتي هندخل على أشهر بومة بتتمسك في غيات الحمام واللي معلمة على نص غيات حمام مصر. أما بالنسبة لاسمها فهي اسمها بومة الحظائر، والبومة دي بالتحديد مهمة جدا في التوازن البيئي لأن غذائها بيبقى قوارض، والبومة الواحدة ممكن تاكل 1000 فار في السنة. طبعا شكلها بيبقى مميز ووشها بيبقى
بيبقى مرسوم على هيئة قلب. طبعا نشاطها بيبقى بالليل، ومعظم المعارك اللي بتعملها بتبقى بالليل. وبالمناسبة هي عينيها مش زينا، عينيها ثابتة، وربنا عوضها بان راسها بتتحرك 270 درجة. وفي الفيديوهات الجاية هنشوف انواع بوم تانية كتير جدا.